المجمعات الرياضية المتكاملة من حيث القاعات الداخلية والملاعب الخارجية وأحواض السباحة ودار الاستراحة لها واقع مهم في نفسية الفرق الرياضية التي تتواجد في مثل هكذا مشاريع مهمة ليتسنى لها مزاولة حصصها التدريبية بكل انسيابية، وكذلك إقامة معسكراتها الداخلية في بعض الأحيان، وهذا الشيء تعمل عليه كل البلدان المتطورة التي نراها تهتم بتوفير كل المجالات التي تعطي راحة للاعبيها. البيت الرياضي فاد المنتخبات جميعها، من اتحاد الملاكمة إلى اتحاد كرة القدم، اتحاد السلة، كل الاتحادات وكل يعني الألعاب سكنت هنا، سكنوا هنا ويعني استفادوا من الفندق استفادة كلش جيدة، لأن فاده يعني فائدة اللاعب، يعني وين كان يسكن بالجادرية يجي قبل التمرين لو بدقيقة لو بدقيقتين، لو يجي ورا التمرين ب10 دقائق حتى ما يلحق على التمرين، وين هنا يعني يجي قبل التمرين بنص ساعة وهو مرتاح. بدأ يوفر مبالغ للاتحادات، وبالتالي هو فرصة للكثير من الاتحادات اللي بدأت اليوم يعني يكون هذا مرتع لها من خلال المعسكرات التدريبية وإقامة البطولات في بغداد، فبالتالي بدأ يوفر مبالغ كبيرة للاتحادات اللي كانت تصرفها على الفنادق في بعض مناطق العاصمة بغداد. إنشاء البيت الرياضي جاء في وقت مهم لكل الفرق التي أخذت تستفيد منه في مشوارها الرياضي، وهذا جانب أساسي يجب التوسع به لتعم الفائدة على فرق الأندية والمنتخبات الوطنية. المبالغ اللي احتضناها أو وفرناها كبيرة جدا لوزارة الشباب والرياضة ولوزارة المالية، وهذا يكون ضمن خطتنا المستقبلية أيضا زيادة هذه البيوت، أن تكون في كل محافظة بيت للرياضيين أو بيت للشباب حتى يحتضن المسابقات والبرامج الرياضية والشبابية. تنفيذ المشاريع الرياضية برمتها يجب أن يكون وفق معايير صحيحة ومتقنة بكل شيء، من أجل أن تكون فعالة وذات ديمومة في كل وقت وزمان، لتكون لجميع الأجيال، والتي تساعدها كثيرا في عبور الكثير من المصاعب. مشروع بناء البيت الرياضي في المدينة الشبابية يحمل أهمية عظمى للفرق التي تعاني من نقص الأموال في وقتنا الحالي، فرغم بساطة هذا الصرح لكنه يسهم في حل الأزمات الرياضية. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.